مساء الخير. طبعا امبارح احنا ما حدش كان ليه نفسه يعمل اي حاجه ويتكلم في حاجه حتى ويطلع يحلل. مع كامل احترام للناس اللي قدرت اتكلمت. كلمتين كده يعني مش هطول. زي ما انا قلت في فيديو من الفيديوهات السابقه ليا وموجود عندي على الصفحه، قلت لو النتائج هتفضل بالسوء ده مع المدرب ده بعد اللعيبه اللي جت دي، يبقى من الافضل المدرب ده يمشي. وتاني وتالت وعاشر انا قلت من اول الموسم ان انت داخل على موسم صفري بكل وضوح وصراحة، وناس كتير هجمتني وقالت لي انت بتقول ايه، مفيش منه الكلام ده. وانا بقولك انت داخل على موسم صفري. يا جماعة الناس اللي هم عندهم هوس بكولر، الراجل ده شطب. الراجل ده ما عندهوش اي حاجة في دماغه. الراجل ده مفيش فرقة. خلاص يعني هو بقى عنده رهبة من حاجة اسمها زمالك. انا صريح وبقول لك جوزيه جوميز عمل له رهبه في مخه. بينزل ماتش الزمالك مش عارف هو بيعمل ايه. من قبل المباراه، قبل ما ننزل، قبل ما نلعب، الناس الجمهور المشجع البسيط العادي اللي هو يا دوبك عنده كوره ب3 جنيه حط تشكيل احسن منه، وقلنا ما يلعبش تحت الكوره. والزمالك نازل خايف منك، رصص لك لعيبته كلها ورا. انت 45 دقيقة كاملة بتحاول تخترق من نص الملعب وعاوز تخش من العمق. عمق ايه اللي انت بتعمله ده وهو راصص لك الفرقة كلها ورا؟ اقنعني اقنعني ازاي؟ مش فاهمك خالص. بتحط لي كوكا واكرم ازاي باكات وسايب هاني والدبيس بره؟ انت لو كنت لعبت بالتشكيل ده وزي ما كان ناس كتير اتكلمت فيه، هاني وقدامه الشحات يمين، الدبيس وقدامه بن شرقي، وحط امام وجراديشار، او حط امام والاتنين السترايكرز مع بعض، حط جراديشار ووسام. ما انت كده كده يعني انا مش فاهم. انت كده كده طريقتك كلها بقت معروفة في اللعب والمدربين بقوا حافظينك. بسيرو اللي لسه جاي يعمل عليك ماتش. ايمن عبد العزيز ابو 10% قاعد على الخط بيتشنك وبيوجه وبيحط وبيعمل وبيسوي في 4 من الزمالك واقفين على الخط، وانت واقف ماسك لي ورقتك عمال بس تشخبط شمال ويمين. ما شفتكش حتى بتعلي صوتك على لاعب واحد ولا بتقول له روح كده ولا تعالى كده. حسين الشحات من 3 ماتشات فاتوا برضو قلت يا جماعه حسين الشحات شطب كوره. حسين الشحات مش قادر يرفع رجله من الارض. ده لو فرضا ان انت اساسا كنت عايز تبدا بيه، حط على الاقل محمد هاني يسند معاه شويه. انما انت حاطط حسين الشحات شمال وحاطط وراه كوكا اللي هو اصلا مش عارف هو بيعمل ايه في الملعب. مدرب جبان، مدرب غبي، مش عارف هو بيعمل ايه ومبقاش شايف اصلا، وهيودينا في داهيه. ولا هنشوف دوري ولا هنشوف افريقيا ولا هنشوف كاس عالم، وهيوكسنا. وانتوا خايفين من شرط جزاء ولا خايفين من ايه؟ هتقول لي اصل اجيب لك مين؟ لا، في مدربين. اقول لك حاجه يا سيدي، العب بمدرب من الدوري المصري، سيبك يا عم من سامي قمصان. هتقول لي سامي قمصان مش يا عم بلاش سامي قمصان عشان شرف فكره. العب يابا رضا شحاته ده اللي بيطلع كلهم في قناه الاهلي، هات رضا شحاته يلعب. وربنا هي رضا شحاته يعمل سكواد جامد ومدرب نظيف ومخه حلو. في عندك احمد سامي، في عندك مدربين كتير في الدوري المصري ده. لو انت عايز تستنى ان انت بعد كده تجيب مدرب اجنبي بخطه واضحه وصريحه وتفهمه انت عايز ايه من الفرقه دي، ده لو انت عايز كده. وهنقول مش هنجيب مدرب اجنبي دلوقتي. هيطلع الجهاب زي يقولوا لي طب وهنروح كاس العالم بمدرب مصري؟ اروحوا ايه المشكله لما اروح بمدرب مصري؟ بشوف عندك منتخب المغرب بوليد الركراكي عمل ايه. هو ده مش مدرب محلي؟ مش ده مدرب محلي؟ ولا ده مدرب ايه؟ ده هندي ده ولا ايه؟ ايه مشكله لما اخد مدرب مصري؟ ميتين عقده الخواجه يا عم. عندنا مدربين نضاف دلوقتي وفكرهم عالي. في كذا مدرب في الدوري المصري ينفع يمشي لك الفتره دي. انما انت مع الراجل ده هتغرق وهتقع وهيدمر لك الدنيا، والصفقات اللي انت جبتها مش هيبقى ليها لا اي لازمه. مش عارف يحط خطه، وحتى ولو حط الخطه ما بيعرفش يشغل مخه في قلب الملعب. انت عندك بيب جوارديولا اللي هو مخترع الكوره بيلعب ب6 خطط في المباراه الواحده. هات لي فكر واحد عمله كولر غير بس كده من طريقه تفكيره في المباراه. ده غير بقى ان التغييرات الزفت الطين اللي لازم تبقى في الدقيقه 70. يا عم هو انت حد كاتب لك في دماغك ان انت ما تغيرش غير في الدقيقه 70؟ مضيت عقد انت كده مع النادي الاهلي ان انت مش هتغير غير في الدقيقه 70؟ ما تحلونا يا عم وارحمونا من الراجل ده بقى يا عم.
يعني حتى لما غير بيطلع جراديشار وبينزل وسام، مركز بمركز، ما عندوش اي تفكير بربع جنيه. ده انت عندك بن شرقي تمام، والمفروض تروح تنزلت محمد هاني وتنزل للناحيه التانيه الدبيس تمام، وترجع حسين الشحات يمين، واعدل كده الارض الملعب، وطلع امام اللي زي الزفت. اللي انا برضو قلت في المساحات عندي قبل المباراه، قلت امام ما يبداش اساسي. الناس طلعت قالت لي انت مجنون، ده احسن لاعب عندك في الفرقه، ده هو الوحيد اللي بيكسبك. قلت يا جدعان امام، انا والله العظيم انا لا عمري لعبت كوره، ولا انا مدرب، ولا ذاكرت، ولا عملت، بس انا الحمد لله عندي رؤيه، والله ما عندي مدربين كتير. امام في مباريات الاهلي والزمالك ما بيلعبش كوره، بيبقى مركز في حاجات تانية، مضغوط مستفز. جماهير الزمالك من اول ما نزل بتشتمه، طلعوه من المباراه. عشان كده قلت امام يبقى دكه، امام يلعب بعد، يا امام يبقى تغييره. قسما بالله انت لو كنت لعبت زي ما انا قلت امبارح في المساحه عندي وحتى عند وائل الامام، قلت يا جماعه انت لو لعبت بين شرقي وحسين الشحات يمين، وانزل بالاثنين سترايكرز، وفي نص الملعب حط رضا ومروان، واركن امام دلوقتي، وورا العب باربعه بقى، الاربعه اللي انت عايزهم. رغم اني انا عندي تحفظات كتير جدا على اشرف داري، ده مدرب جيد يعني، ده لعيب كلاسيك، مدافع كلاسيكي بحت، جاي اساسا يعني يشطب كرة عندك. والله في لعيبه في الدوري المصري برقبته. ما اعرفش مين جاب اشرف داري ده برضه. انت لو كنت لعبت 4-2-4 وربنا الزمالك ده انت كنت هتنفخه. بن شرقي والناحيه الثانيه تحط حسين الشحات، وحط الاثنين سترايكرز اهو، واحد بيرفع واحد بيخترق، واثنين سترايكرز، ودور اللعب. يبقى مثلا جراديشار صندوق عشان بطيء شويه، ونزل وسام هو اللي يبقى بيحرك الحته اللي تحت دي ويسحب معاه المدافعين. ها، وخلي رضا زي ما هو كده يسلم ويستلم ويطلع كوره، وخلي مروان دستروير. والله كنت هتلعب مباراه جامده قوي، والزمالك ما كانش هيعرف يقف قصادك. لكن انت عملت بالظبط اللي الزمالك عايزه منك، رجعك، وقف لك الفرقه كلها ورا، وخلاك تلعب من نص الملعب مش عارف تعمل حاجه، وعندك الجناحات صباح الفل، ما فيش واحد بيرفع كرة عدله تمام. وجيت لما نزلت بن شرقي رحت سحب جراديشار بعد الهدف، ومنزل لي وسام. عملت انت كده، هتجيبوا لنا السكر وهتجيبوا لنا الضغط وهتموتونا ناقصين عمر بسبب الغباء. نتكلم ونشتكي ونبهدل الدنيا عشان صفقات، ولما الدنيا تولع والجمهور يهيج عليك وعلى الاخر تقوموا رايحين جايبين لعيبه. وعشان زي ما بيقولوا كده ب 3 جنيه ملح بوظت الطبخه. عندك مدير فني من الموسم اللي فات اصلا من اخره مش شايف مشطب كده اصلا. حته ان هو يطلع في السوشيال ميديا عنده في بلده ويقول انا اساسا بفكر اعتزل تدريب بعد كاس العالم ولا ما اعرفش، ده كان اصلا جرس انذار بيقول لك الراجل ده مش فاضي، او دماغه مش معاه، او مش مركز، او ما عندوش فكر جديد. وحاجه تانية اهم مليون مره اتكلمت فيها، ما تقوليش يا ده مدرب تدريبه. يعني ايه مدرب تدريبه؟ يعني ايه مدرب هو في حاجه اسمها مدرب تدريبه؟ ما انت عندك سكواد، وعندك مدرب احمال، وعندك مدرب مساعد، والناس دي بتراجع وبتشوف وراك وبتشوف اللعيبه عامله ازاي في التدريبه عشان تلعب بيها انت صح في المباريات الاساسيه. بس انا عندي تحفظ على التدريبه دي. ما هو انا بني ادم طبيعي عادي جدا، ماليش في اي حاجه في اي حاجه. انا لو بلعب مع واحد زميلي في الفرقه وحافظ لعبه وحافظني، ما هو مش منافس، ما عنديش الحميه ان انا العب بجد عليه. وكده كده انا عارف ان دي تدريبه تمام، مش هتبقى نفس المردود اللي هو في الملعب بيلعب منافس. حتى لو هو في التدريبه بيديك 150%، الوضع مختلف في الملعب، لانه هو ما يعرفش المنافس اللي نازل يلعبه، ما لعبش قصاده قبل كده، او حتى لعب قصاده قبل كده بس انا مش عارف اقول ايه يعني. الموضوع مختلف تماما من الملعب كمنافس لزميلك اللي في الفرقه اللي بتلعب قصاده. دي غير دي خالص، مش هيديك نفس المردود. طول ما انت معوده على اسلوب لعبه معين في التدريبه مع زميله اللي في نفس الفرقه، اكيد هيغلط، اكيد مش هيديك نفس المستوى في الملعب. انا بجد انا تعبت، انا اتخنقت، انا زهقت، وناس كتير زهقت واتقفلت، ولازم احنا نهيج على السوشيال ميديا عشان تفوقوا وترجعوا صوابكم.
كابتن الخطيب ربنا يشفيه ويعالجه ويقوم بألف سلامة، خلاص هو ساب الدنيا لخالد مرتجي. يا كابتن خالد مرتجي لو سمحت بعد إذنك، الراجل ده هيودينا في داهية، الراجل ده هيطلعنا بموسم أبيض. لازم تلحقوا الموقف من دلوقتي، صدقوني الراجل ده مش هيوصل حتى لدور ربع نهائي في افريقيا. انا بقول لك اهو، ده انت الهلال السوداني ممكن يخرجك كده، وبيراميدز كده شكرا صباح الفل ركب الدوري، الا اذا هم بيديهم اتكلكعوا وبوظوا الدنيا وخسروا مباراه ولا اتنين، ومش هيحصل لان التحكيم معاهم. هتقول لي فاضل كاس عالم، هتروح هتبقى حصلت المجموعه وهتجيب بعضك وتيجي. يبقى كل الشغل اللي انتوا اشتغلتوه الفتره اللي فاتت دي وبنيتوه والثقافات والصفقات وده 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 كله في الهوا عشان خاطر مدرب شطب. شكرا.